اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست عشوائي. والنهارده معانا فقره اخبار خفيفه. اول حاجه معانا في فقره اخبار خفيفه. تفتكري ايه هي المسلسلات اللي الناس مستنياها في 2026؟ تعرفي تخمني انا عارفه واحد منهم. ها مين؟ هاوس اوف ذا دراجون سيزون 3. صح، ده واحد منهم. بس تعالي كده اقول لك ايه الليست اللي معايا النهارده عامله عرفني ازاي. بقى، يمكن يطلع في حاجه تانية انا مستنياها وانا مش عارفه. اكيد هتلاقي حاجات كتير يعني. بص بقى، بصيت لسته مكونه من 10. خلاص، اول حاجه في مسلسل اسمه شرينكينج. اول حاجه معانا وده رقم 10 اسمه شرينكينج سيزون 3. خلاص، ده تعرفيه ده؟ حاسه ان انا عارفاه. بيبقى في حاجات كده كبيره والناس بتقعد تصغر وبتاع. انت بتجيبيه او عشان اسمه لا عارفاه والله، شفت التريلر بتاعه قبل كده بس ما اتفرجتش عليه. مسلسل طيب. كوميدي تقريبا. ماشي. تاسع حاجه عشان انا بجيب من 10 ل9، مش تاسع حاجه عشان لو حد بيتابعنا من ايه بقى. تمام ماشي. يلا يلو جاكيتس سيزون 4. معرفوش ده. واضح انه كله بتاع ستات وحاجات كده كالت وحاجات مرعبه. ممكن. ماشي. طيب رقم 8 هو نايت مانجر سيزون 2. تعرفي حاجه عنه ده؟ انا لحد دلوقتي ما اعرفش ولا واحد فيهم. ولا انا. طيب اعرف الممثل ده. الممثل مين ده؟ عارفاه، ممثل امور كده. شبه الراجل اللي احنا بنتفرج عليه في المسلسل بتاع مانيفست. شبهه شويه، بن. نفس الوش كده بالظبط. رقم 7 معانا النهارده هو اوتر بانكس سيزون 5. عارفه. انا ما اعرفوش ده عباره عن ايه. ده بيتكلم عن ايه؟ ناس كده شباب كده مراهقين عايشين في جزيره وعمالين بقى يعيشوا مغامرات وبتاع. اتفرجت على اول كام حلقه في اول سيزون بس ما كملتوش. حاسه انا زهقت منه. المسلسل ده بادئ في 2020 والسيزون اللي الناس مستنياه هو سيزون رقم 5. المسلسل اللي بعد كده هو اوتلاندر سيزون 8. تعرفي اوتلاندر ده؟ عارفه اوتلاندر، وعارفه انه مسلسل طويل قوي بس ما اعرفش، ما اتفرجتش عليه قبل كده. ده ابتدى سنه 2014. انت بتغشي؟ غش ايه؟ هو مش سؤال بس ده يدل ان انت كنت بتغشي في الاسئله. ما بغشش، انا بساعدك. لا مش عايز حد يساعدني، انا عايز اقول غلط. انا عارفه الفرق، ابص فين وما ابصش فين. انا عايز ما تشككش في مصداقيتي بعد اذنك. خلاص ماشي. وطبعا حبيب الملايين هاوس اوف ذا دراجون سيزون 3. قول لي كده الميعاد المظبوط، ميعاد العرض. المفروض ان هو هينزل، مش كاتبين هينزل امتى بالظبط بس المهم ان هو هينزل. ونشوف بقى اللي دايما انا بصراحه يعني باحبط من المسلسلات دي بالذات لما يبقى مسلسل جامد ويقعد فتره طويله يشتغل عليه وبعد كده بقى نهايات عبيطه زي ما شفنا كده. وهنتكلم عن الموضوع ده. محتاجين نتكلم عشان متغاظه قوي والله. بالظبط. مسلسل رقم 4 معانا هو ايفوريا سيزون 3. حبيبي ده. ما اتفرجتش عليه وما اعرفوش بقى. انا اتفرجت على التي اتفرجت على ايه؟ هوب اتفرجت على 2 سيزونز وبجد بحبه جدا. زندايا فنانتي المفضله. انا بحب زندايا، اموره جدا. نعم. ايه اشمعنى التاني كان امور؟ انا ما قلتش بحبه، انا قلت ممثل امور. بكرهها بس هي اموره جدا. ماشي خالصين. خلاص خالصين. رقم 3 بريدجرتون سيزون 4. وبريدجرتون ابتدى سنه 2020. ده طبعا ملايين مستنين المسلسل طبعا ده. اتفرجت على اول سيزون بس. انت شكلك اتفرجتي على كل حاجه من اول حاجه وخلاص. اتفرجت على اول سيزون، ما كمليش حاجه. رقم 2 وده انا ما اعرفوش اسمه ذا بويز سيزون 5. واضح ان هو حاجه دي سي او مارفل، حاجه كده سوبر هيرو. ورقم 1 حاجه اسمها ذا بيت سيزون 2. وده مسلسل واضح انه جديد لانه ابتدى سنه 2025 اللي هو السنه دي. ما شاء الله السرعه دي. اول سيزون في 2025، تاني سيزون في 2026 على طول. دي المسلسلات اللي هي مش بيبقى فيها، ما بيبقاش فيها في اف اكس، ما بيبقاش فيها حاجات مشاكل كتيره في الانتاج، مش عارف ايه الحاجات اللي هي محتاجه وقت يعني. اللي هي الحاجات كلها في الكتابه واللوكيشن وخلاص تمام، ما فيش حاجه غريبه يعني. جامد. بس انا مش عارف ايه ده بيد، لو حد يعرف يقول لنا في الكومنتس عشان احنا لا نعلم. وبكده يبقى الليست بتاعتي خلصت، ودي اكتر 10 مسلسلات الناس مستنياها في سنه 2026.
انا مستنيه يوفوريا وهاوس اوف ذا دراجون بصراحه. انا مستني هاوس اوف ذا دراجونز، بما ان معظم الحاجات اللي موجوده دي انا ما اعرفهاش وما اتفرجتش عليها، بس ممكن نتفرج على المسلسل بتاع زندايا عشان خاطر انا ما بحبهاش بس هي اموره. المسلسل مش هيعجبك. مش هيعجبني؟ ماشي هديله فرصه يمكن يعجبني. معايا بقى حته خبر ليكي. ايه اخبارك بقى. انت الخفيفه الجميله. بصي بقى. ايه هو انت لما بتبقي قاعده في البيت وبتشمي ريحه وحشه كده بتعملي ايه؟ برش معطر. طب لما بتشمي ريحه حلوه؟ بتبسط. طب ازاي تفرقي ما بين الريحه الحلوه والريحه الوحشه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ الريحه الحلوه حلوه، بحس ان انا شم ريحه كده بتخليك مبسوط، والريحه الوحشه بتخليك انت فاهم طبعا. طيب ريحه الدونتس بالنسبه لك تصنفيها على انها حلوه ولا وحشه؟ الدونتس؟ ريحه الدونتس؟ لا بالنسبه لي الدونتس ريحه حلوه طبعا. الدونتس عموما او المخبوزات او الكيكات دي الروائح المفضله بالنسبه لي. حلو. الخبر اللي معانا النهارده بيقول ان واحد في امريكا رفع قضيه على شركه دانكن دونتس، يعني المخبز بتاع دانكن دونتس، مش دانكن دونتس نفسهم يعني، عشان خاطر مخليين ريحه المدينه بتاعته كلها ريحتها دونتس. معقول؟ وهو متضايق جدا وكمان بيقول ان هو يعني عنده قلق وتوتر بسبب انه مش عارف يا ترى الكواليتي بتاعت الهواء اللي هو بيتنفسه هتبقى عامله ازاي. وقال انا متضايق جدا ان انا بيتي ريحته كله بقت دونتس، ما بالك كمان في الصيف الريحه هتبقى عامله ازاي، وده شيء صعب جدا ومش قادر يستحمله. شيء لا يستوعبه عقل. انا مش هقدر استحمل الكلام ده، فعشان كده رفعت قضيه عليكم. المخبز ده كان بيقول ان هو بيعمل 1,000,000 دونتس في اليوم، وان هو بيستخدم معدات جديده وكل حاجه بتبقى متنظفه كويس جدا، وما عندهمش اي مشكله بالنسبه للسيفتي والكلام ده كله. انا بصراحه انت لو مكانه تعملي ايه؟ بص عشان نكون واقعيين، هو بصراحه ممكن يكون الراجل عنده حق، لان الافراط من الحاجه ممكن يكون يسبب نتيجه عكسيه. احنا برضو ايه شايفينها كده من بره، ايه ده ريحه دونتس، وايه ده عبيط ده بيشتكي من ريحه دونتس ولا ايه؟ بس هو بجد لو لقيت الموضوع زاد عن حده انت فعلا ممكن تحس ان انت لا قرفان. زي مثلا لما حد يقعد ياكل حاجات كتير قوي 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 طبيعي هيزهق منها وهيقرف. انت بقى بتشم ريحه دونتس، طبعا ريحه الدونتس فانيليا سكر، فالروائح الكتيره دي ممكن فعلا تكون مسببه ازعاج لحد. فانا يعني الصراحه يعني هو الموضوع غريب شويه ان هو يعني تطول بيه ورفع قضيه والكلام ده، بس شايفه ان هو ممكن يكون عنده حق على فكره لو الموضوع زاد. انا شايف ان انا اروح اقيم بنفسي اشوف هذه الريحه دي وحشه ولا حلوه الصراحه، واروح اكل كام دونتس كده برضو في السريع عشان اعرف اقيم مظبوط. تعرفي حد قبل كده، او مش حد بقى، واحده ولدت في تاكسي؟ ولدت في تاكسي؟ اعرف في الافلام الصراحه يعني، لا في الحقيقه. خبر معانا النهارده ان في واحده في امريكا ولدت في تاكسي، بس الفكره مش في كده، ان الفكره ان التاكسي ده نفسه كان تاكسي من غير سواق، مش عارف بيسموه روبوتك تاكسي او حاجه شبه كده، من شركه اسمها ايه؟ بيسموه التاكسي ده المفروض تبع شركه اسمها ويمو، تقريبا الشركه دي تبع جوجل، شغاله في امريكا بتاعت تاكسيات بس من غير سواقين. الست ركبت على اساس ده زي تسلا كده يعني درايفرلس تاكسي. بس تسلا العربيات بتاعتها ممكن تسوق لوحدها وانت راكبه، لكن دي ما فيهاش اصلا سواق، يعني انت لما بتاخدي التاكسي انت بس بتبقي موجوده. ايوه انا خايف اركب حاجه شبه كده الصراحه. المهم الست ركبت على اساس ان هي هتروح الميديكال سنتر، هي اصلا حامل، بس يشاء ربنا ان هي تولد في التاكسي ده. تفتكري كده الشركه عرفت ازاي ان هي بتولد، او في حاجه غلط؟ اكيد من الكاميرات اللي في التاكسي ده طبيعي يعني. بيقول لك الشركه لاحظت من السنسورز والكاميرا ان في حركه غريبه بتحصل في التاكسي. طب وما فيش اتصلوا التاكسي ده ما فيهوش مايكات مثلا يسجل؟ مش عارف، بس الفكره ان هم لما عملوا كده يعني هم ديتكت unusual movement او حاجه شبه كده، اتصلوا بيها وعرفوا ان هي بتولد واتصلوا ب 911. طب هي كانت رايحه فين؟ كانت رايحه تولد؟ لا كانت رايحه الميديكال سنتر عادي تكشف عادي كده طبيعي، بس حصل ان هي ولدت بقى في ساعتها، ولدت في التاكسي. طب وهي ولدت في التاكسي فعلا يعني؟ هي كده يعني هو بقى انا عايزه افهم هي ولدت ازاي؟ هي ولدت كده اللي هو يلا يا عادل راح نازل على طول؟
هم قالوا كده حتى الناس ما عرفوش ياخدوا معاها اي سبق صحفي، مش عارفين ايه طب ده كده على فكره ده مصلحه، ده كده وفرت فلوس الولاده في المستشفى. بالظبط، هم هيروحوا بس يقصوا الحبل السري وشكرا على كده. ده والف مبروك. يا تعبت قوي. ده ايه مليون دولار. ايه ده بس. وطبعا بيقول لك العربيه دي الشركه خرجتها اوت اوف سيرفيس عشان خاطر ايه؟ ينضفوا طبعا اثار الولاده. صح، علشان خاطر فقره التنظيف المفروض ياخدوها يولعوا فيها. وبس كده. لو حد حابب يولد في التاكسي بصراحه اصلا مش حاجه مرعبه يعني جدا ان واحده تولد في تاكسي والتاكسي ما فيهوش سواق كمان. تخيل يعني ما فيش حد حتى معاه يطمنها، طب ما تخافيش، طب ما تقلقيش. امال هم ليه مصعبين عمليات الولاده بقى ويقول لك الولاده صعبه وفي ايه بقى؟ ما الناس بتولد في التكاسي هي لوحدها، والتكاسي من غير بني ادمين كمان. اتفضل يعني لا دكتور ولا بني ادم ولا اي حاجه. بعد كده اللي عايزه تولد بعد كده تركب تاكسي. خلاص درايفر اجره التاكسي. يعني ده ادفع اجره التاكسي ولا ادفع ثمن الولاده كامله ودكاتره وعمليات ورعب وتخدير وحوارات بقى، وكله على الله يا عم. الخبر اللي جاي بقى، احنا اتكلمنا عن المسلسلات، نتكلم عن الافلام. قشطه. تتوقع ايه هي الافلام المنتظره في سنه 2026؟ ده طيب تفتكر؟ انا تقريبا عارف واحد منهم. ايه بقى؟ توي ستوريز. توي ستوري، برافو عليك. توي ستوري معانا، وتوي ستوري الجزء الخامس جاي في 2026 والريليز ديت بتاعه 19 يونيو. عايزين نعرف بقيه الافلام بقى. ماشي. عد معايا يا معلم. يلا. عاملين فيلم لإلفيس بريسلي اسمه ايبك إلفيس بريسلي ان كونسرت. ده الريليز ديت بتاعه في 20 فبراير 2026. ده كده بيقلدوا فيلم الست. ده تقليد واضح وصريح. طيب انا مبدئيا معترض على الكلام ده. في بقى فيلم سكريم الجزء السابع. يا لهوي، هو سكريم ده لسه بينزل؟ انا مش فاهمه الصراحه، هم مكملين لحد امتى؟ وبعدين السابع ايه ده؟ المفروض الجزء ال100. سابع ايه؟ السابع. انا مش متخيله الفيلم ده مكمل كل ده ازاي بجد. معرفش. عايزه اقول لك الفيلم ده كان من اكتر الافلام اللي بترعبني وانا صغيره. بالنسبه لي ده كان يعني التوب كده في افلام الرعب. انا عارف، انا فاكر كان بينزلوا منه افلام اللي هي الكوميدي. الرعب بس الكوميدي منه دي. بس معرفش دي كانت ناس اوفيشال يعني بتنزل اوفيشال ولا الناس ايوه لا اوفيشال اكيد. بس الفيلم ده كان رعب. على فكره لحد دلوقتي لما بشوف الماسك ده بخاف والله. تروما. والله عندي تروما من الصغر. في بقى فيلم سوبر ماريو. سوبر ايه ده؟ سوبر هنيدي. سوبر ايه ده؟ سوبر هنيدي. سوبر ايه ده؟ سوبر هنيدي. على كوبري اكتوبر ليا افيش. ماشي. فيلم ذا سوبر ماريو. ذا سوبر ماريو. مروان بابلو. مروان بابلو. فيلم مروان بابلو. يلا يا نجم. ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي ده نازل في 3 ابريل 2026 عشان الناس اللي حابه تخش تتفرج عليه في السينمات. تخيل بقى إلفيس بريسلي، واحنا كنا لسه متكلمين على الست مايكل. ده فيلم بيحكي قصه مايكل جاكسون، نازل في 24 ابريل 2026. ده هيبقى جامد الصراحه. انا اتوقع ان ده يبقى رائع. انا هحب اتفرج على بس ده. بس يحكوا يبقى السكريبت مظبوط حلو. يبقى سكريبت مظبوط، لكن حوارات بقى ويقعدوا يركزوا على العمليات وغير لا انا احب ان هو يحكي عن يعني ايه الحفلات بتاعته حياته بقى عن حفلاته ازاي هو بقى ملك البوب والكلام ده. احب ان هو ده حاجه احب اتفرج عليها الصراحه. هنشوف. فيلم بقى من اعز الافلام الى قلبي. طبعا انت مش هتعرفه، وهو ثواني يعني ليه طبعا انت مش هتعرف؟ طبعا انت تقول لي ممكن ما تعرفوش، لكن ليه طبعا عشان انت الجونر من الافلام ده انت ما بتحبش تتفرج عليه. طيب قول. الفيلم هو ذا ديفل ويرز برادا الجزء الثاني. ماشي، مش عارفه اكيد، ما انا قلت لك انت مش عارفه. ده الريليز ديت بتاعه 1/5/2026. الفيلم ده بطولة ميريل ستريب وآن هاثاواي، واثنين من عمالقة السينما الهوليوودية. ماشي. الفيلم ده يعني من افلامي المفضلة. فيلم طيب. رائع. انا هعمل جروب هسميه اللي ما يعرفوش
فيلم اسمه ايه؟ The Devil Wears Prada. The Devil Wears Prada. جماعه الناس كلها اللي ما تعرفوش هنشكل لجنه كلنا مع بعضينا عشان نثبت لها ان في ناس كتير ما تعرفوش. كل الناس تعرف الفيلم ده، ولو عارفين الفيلم ده قولوا لي في الكومنتس، اكتبوا لي. ماشي انا هثبت لك، نشوف مين اعلى بقى. ماشي. طيب توي ستوري انت قلته، والريليز ديت بتاعه 19/6/2026 وهو الجزء الخامس من توي ستوري. حتى ده مكمل ما شاء الله. ده مكمل. انا حاسس برضو ان توي ستوري ممكن يكون وصل للعاشر مثلا، مكمل كتير قوي. بس 5 من واحنا انا حاسس ان توي ستوري ده مثلا من قبل ما انا اتولد يعني كبرت لقيته موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعنا السي بي يو اللي هو عارفه انت الكبير ده اللي هو لما بيشتروه بافلامه، فيلم نيمو، فيلم توي ستوري، فيلم سيمبا وشركه المرعبين. انت بتلاقي عليه الالعاب اللي هي بقى برضو القديمه، كلاو يا نهار ابيض. حاسس ان احنا ممكن نعمل حلقه عن حاجه ليها علاقه بالحاجات دي. ماشي. اشهر مثلا الالعاب اللي كانت زمان، الالعاب الالعاب والمسلسلات والافلام القديمه بالظبط. معانا ومعاكم مينيونز الجزء الثالث طبعا. لا انا افلام 26 ممكن اخش ماريو ده، ممكن اخش توي ستوري، ممكن اخش مينيونز مايكل كده تمام. مينيونز الجزء الثالث اسمه مينيونز ميجا مينيونز. تمام. ده الريليز ديت بتاعه 1/7/2026 في صيف 2026. في صيف حافل. ما هو بالعقل يعني، ما دي صيف حافل. الافلام اللي احنا مستنيينها في 2026 هتنزل في صيف ايه؟ 28. انا بتكلم ان هي في الصيف. لا اله الا الله. معانا ومعاكم طبعا موانا ده مش على الاغلب، هو اكيد النسخه اللي هي الحقيقيه من الكرتون. بس هو ده جزء تاني. انا حاسس ان موانا ده اتعمل قبل كده. انا حاسه ان هو ما اتعملش. لا ماشي. فانا بصراحه ما بحبش الافلام اللي هي بتبقى ديزني ويقلبوها والحاجات دي. انا اصلا ما بحبهاش. لا ما بحبش الافلام اللي هي ديزني ويروحوا يقلبوها افلام حقيقيه كده. انا ما اتفرجتش على ولا فيلم بعد ما اتقلبوا للحقيقه. مش حاسه ان انا مهتمه خالص اتفرج على الافلام بصورتها الحقيقيه، ان هي دخلت في عقول الناس ان هي انيميشن خلاص، وهي فانتسي هي كده. لكن انتوا بقى هتعملوا لي حقيقيه؟ لا مش هتهتم اتفرج. لا انا مش عايز انا الكلام ده. انا الريليز ديت بتاعه 10/7/2026. معانا سبايدر مان براند نيو داي. الريليز ديت بتاعه 31/7/2026. واضح ان شهر 7 حافل بالافلام والريليسز الجديده. الله. في بقى طبعا The Hunger Games Sunrise on the Reaping. الريليز ديت بتاعه 20/11/2026. انا بحب هانجر جيمز جدا. انا ما اتفرجتش عليه الصراحه ولا جزء منه. ولا جزء. اتفرجت على حوالي 3 اجزاء مثلا. مش عارفه هم كام جزء الصراحه، مش عارفه الجزء ده كام، بس يعني انا بحب هانجر جيمز جدا. في بقى اخر حاجه افنجرز دومز داي، والريليز ديت بتاعه 18 ديسمبر 2026. ده اكيد في طبعا ده في ناس كتير قوي مستنياه، بس انا مش منهم. ولا انا برضه عشان انا ما بحبش السوبر هيروز. انا ما بحبش افلام السوبر هيروز الصراحه. حاسه ان في ناس هتهاجمنا بسبب الموضوع ده، بس انا ما بحبهاش. ما تهاجموناش. اعمل ايه؟ ولا مارفل ولا دي سي، ولا عندي يعني اهتمام اتفرج على اي حاجه. عارف الحاجه الوحيده اللي احنا بنحبها ايه؟ هتشتميهم كمان شويه. لا طبعا احترامنا كامل، احترامنا وتقديرنا ومارفلز الاكابر. الحاجه الوحيده بقى اللي اتفرجنا عليها وعجبتنا من مارفل كانت مون نايت. فاكر مون نايت؟ ده تحيز لمحمد دياب وهشام نزيه. وهشام نزيه عشان المزيكا بتاعته الحلوه العسل. لا بصراحه مسلسل خطير يعني. انا ده اللي مستنياه يعملوا بقى منه بقيه الاجزاء. مش حاسس ان هيبقى قريب الصراحه. انا يعني مش حاسه في تعتيم على الموضوع ده. في ايه ده؟ استاذ محمد فين مون نايت؟ استاذ محمد دياب محتاجين الرد فورا. فين مون نايت؟ اديني فرصه اتكلم. اتفضل. استاذ محمد دياب فين المون نايت؟ فين المون نايت؟ فين المون نايت نفسه؟ فين المون لايت؟ فين؟ مون لايت. اخرتوا علينا يا جدعان. ده مون لايت. عارف الاغنيه دي؟ اكستنسيون. وبس كده. هتتفرجوا على انهي فيلم من الافلام دي؟ انا عندي سؤال ليك. اتفضلي. انت لما بتتزنق في شويه ميبل سيرب كده وانت خارج بره، بتكون ايه المكان اللي ممكن يجي في دماغك تشيل شويه ميبل سيرب فيه؟ اولا انا ما بتزنقش في الميبل سيرب اصلا، عشان انا اصلا ما اعرفش ايه الميبل سيرب تماما. انا مش بتزنق فيه. طيب للتوضيح، الميبل سيرب ده هو السيرب اللي بيتحط على البانكيك. انت مش عارفه يا عم؟ اصبر يا عم، ما تسيبني اشرح يا عم. انا عارفه. الميبل سيرب ده والله ما عارفه. لا اله الا الله.
الميبل سيرب ده بيتحط على البان كيكس. معمول من ايه؟ انت عمرك ما اتفرجت على افلام اجنبي قبل كده ولا امريكي وشفت بيفطروا ايه؟ بياكلوا بان كيك بس. بان كيك بالميبل سيرب. الميبل سيرب ده شراب القيقب دي شجرة مشهورة في كندا. الشجرة دي بتنزل بقى صوص كده مسكر، بتنزل الصوص جاهز يعني مش بتنزله جاهز طبعا، بتنزل سائل يعني. هما بقى بيعملوا له بروسيسنج وبيطلع بقى ميبل سيرب. ماشي، ده للتوضيح يعني. ماشي. ومشهورة كندا، مشهورة بالموضوع ده. حلو. طيب اجيبه منين بقى انا الميبل سيرب ده لو عايزه؟ في المحلات عادي، في السوبر ماركت. لا مش بسألك، انت بتسأليني، انا بسألك السؤال انت عايز تسأليه لي. مش فاهمه انت عايز تعرف تجيبه منين يعني. خلاص انت هتسأليني تجيبه منين بقى لو عايز. امال ايه؟ انت خارج بره تمام. ماشي. وفجأة كده حسيت ان هو ايه، انا عايز ميبل سيرب دلوقتي. هتجن دلوقتي على ميبل سيرب، مش قادر خلاص بشم على ميبل سيرب بالظبط. هتكون مخبيه فين معاك او شايله فين معاك وانت بره؟ معايا. ما لو معايا هعرف فين هاخده. لو هشيله فين؟ هشيله في جيبي. هتشيله في جيبك. في ايه بقى؟ في ازازه. في ازازه؟ مش هو اكيد بيتباع زي العسل. هو بيتباع في ازايز بس يعني هيبقى كبيره قوي على في كيس. في كيس. طيب مطعم دينيز اخترع لك اختراع رائع وسهل وبسيط ومتاح لكل البني ادمين. حط لك ميبل سيرب في الكوتشي. في الكوتشي. تخيل انت كده ايه ده، انا نفسي في ميبل سيرب. طبعا مقلع بقى كوتشي كده واروح ايه شارب شويه ميبل سيرب او رشه بقى كده على البان كيك بتاعي، يعني حاجه في منتهى السهوله. فمطعم دينيز بقى عمل سنيكرز مليان ميبل سيرب من الجوانب بتاعته. هنحط صورته هنا. المهم بقى ان الكوتشي ده ليميتد اديشن من دينيز. ليه بقى؟ قالوا ان هم هيريليس الكوتشي ده باسم ستيكي كيكس في يوم 17 ديسمبر 2025 اللي هو يوم الميبل سيرب العالمي. يعني كل ده عشان خاطر الميبل سيرب داي، عشان ميبل سيرب، عشان ناشونال ميبل سيرب داي. وهيحطوا فيه ميبل سيرب بجد؟ ميبل سيرب بجد. بس المهم بقى تتخرم مني وانا ماشي. المهم بقى ان هم حاطينه في حاجات بلاستيك مقفوله كويس يعني ومتخيطه في جوانب الكوتشي. بس البراند بتحذر تحذير شديد ان محدش ياكل ولا يخرم الميبل سيرب. انا متاكد ان في ناس اشتروا البتاع ده وخرموه ويدوقوه ودقته. انا اتوقع الصراحه انا هدور على الموضوع ده. تخيل سعره كام الكوتشي ابو ميبل سيرب ده؟ انا افتكرت بيدوه هديه. الكوتشي ده $195. ده غالي جدا على كوتشي بميبل سيرب يعني. ليه بجد 195 ده كده 195 كده غالي قوي يعني. لا غالي يا عم، 195 على كوتشي بميبل سيرب يعني. مش فاهمه ليه الصراحه. مش كوتشي بكاتشب ولا حاجه يعني صح. يعني من بين كل الاحتفالات اللي كان ممكن يحتفلوها بيوم الميبل سيرب العالمي قرروا يعملوها في كوتشي. صراحه ناس كرييتيف بقى يعني ما ننكرش. بس احنا ما نقدرش بقى نقول ده حاجه منطقيه او مش منطقيه. المهم ان هي كرييتيف بالظبط كده. وبس كده. دي كانت اخر حاجه معانا في حلقه النهارده من بودكاست عشوائي. وبس كده، نشوفكم في الحلقات الجايه. اخبار خفيفه.